السلام عليكم، هلا بيكم بمقطع جديد من المحمية. طبعا هنا نفس ما تشوفون عندنا دجاج، هاي الدجاجة وهذا ابنها. هذا القطعة راح ارتبه، اسوي خشب طولاني على مود اسمته لان هسه هيش مثبته بشكل تعبان. وعندنا هنا هاي ديكشين، وعندنا هاي الدجاجة كاركة. هاي الدجاجة السوداء كاركة، فراح هاي الدجاجة انقلها هنا بمكان هاي الدجاجة الصفراء، وهاي مطوقة اجيبها هنا. بس شو تقولون هذا الفرق اذا يعني طلع الديوشة يأذنا ما يأذنا؟ احنا جاينا موسم صيف هسه، فالمباراة جهزتها ونظفتها غسلتها، بس غادي غسلتها بعد لان طفت ذيك المرة الكهرباء من غسلتها ما نظفتها عدل. وهذا الكاس مالها كلش ماكول من الملح، فراح ابدله. جهزوا التبريد كم من عنده مكانات كبيرة. خلينا نخليها برا، بيها حمام ملكي، بس هيك مخليها تونس عليهن برا، ما خليتها جوا لان كنت مخليها ويا فناجس، في مشاكل بيناتهن. فهسه خلينا ندخل الفناجس والطيور، بقية الطيور اللي عندي. هسه عندي هاي اول خانة بيها الطيور هنا، هاي حلة بيها بيض، وهاي حلة جديدة. وعندي هاي الخانة الثانية مال طيور الحب، هذا افراخ طلعن قبل تقريبا اسبوع، هذا الاثنين. وهذاك الفحل نسيته بهاي البيت الاسود، جواها بيض. هاي خانة مخلي بيها بنغالي، جبت هسه زوج بنغالي. انا مو اسوي هنا الفناجس اللي بيضان عندي اخليها جوها عمود الحضن مالهم، لان عندي كم زوج من الفناجس ما جاي يزقن عدل، فبنغالي افضل شيء. هذا الزوج راح اجيب بعد زوج. والسقف نفس ما تشوفون سقف تعبان صاير، فراح ابدله اشيل السقف واعدله، اجيب فيبرات. وهذا الثور الاخضر كله راح اشيله. وش راح اجيب بمكانه؟ اصبغه صبغ ازرق نفس هذا، لو ابيض شو تقولون الافضل. هوايات عند هذا الهيتر راح اشيله ابدله، او هسه عوفه بس اشيله منه ان شاء الله للشتاء الجاي اذا الله خلانا عادين اشد واحد جديد. الكهربات هم راح ارتبهن بوكس جديد. وشنو رايكم شو اضيف بالمحمية، شو اعدل؟ او اطلع هاي الحمامات برا اسويهن، شو تقولون؟ انا شو مسوي له اشياء هنا؟ هاي باب، هذا باب ثاني وثالث. احتمال راح اسوي قواطع منها واقطعها قبل هسه شلون السيم بس ارتبه، ومن هنا هم اقطعها قبل. عود هنا مثلا اخلي دجاجتين وديك، وهنا كذلك وهنا كذلك، او انوع بالدجاج مثلا اجيب غير نوعيات.